المقابلات كيما هذه تعرف مش كيما المحب كيما الملاعب كيما الاطار الفني. المحب يقول لك كان رابح 2 ماتشات جايب ماتش من بلوزداد 6 بوان باش نلعب فيه على ميداني الزمالك اموره ماهيش حط في مخه انه باش يربح في كل الحالات، لكن الامور ظهر لي تتطلب برشا تركيز وبرشا تحضير ذهني، وممكن يكون حتى من اصعب المقابلات اللي نجموا يتعرض لها الترجي التونسي في الباركور نتاعو في الشامبيونز ليغ السنه. انا نقول لك اللي الماتش هذايا مالغري اللي باش نلعبوا في رادس، هو انه الماتش هذايا باش يكون اصعب من مباراة الترجي الرياضي والمريخ. علاش؟ فما فرق بين كيما سمعناها وقالوها، والملاعب التونسي اسمه لديه الدروا هذا نتاعهم حمزه متلوتي تم بعد نمشيو للديكلاراسيون نتاعهم، ويلزم العقليه في عند المصريين. قال مباراة حياة او موت. سي فري نتصوروا احنا مثلا خسرت الزمالك ساعة من البطولة المصرية انتهت 10 بونتو هربت بها لاني اولا، ثانيا يقعد بونتو واحد، ايش مازالوا 9 بونتوات، مازالوا 3 ماتش. صعيب شوية باش الزمالك في الحالة هذه ينجم، لكن نتصور لو الزمالك غدوة مثلا يفوز، علاش يقول لك انا جاي باش يربح. نقول ولا لا يقدر. انت تقول الله يقدر، انا كروني كراكم باش يعمل لي مشاكل تو. شفت علاش؟ ما علاش خاطر انا قلت لا ما قلتش تتمنى انت، لا ما نتمناش، لا نتمنى الترجي تربح. لا ونحكي على الزمالك قلت لا يقدر. حاجه اخرى بنحب نرجع للموضوع نتاع الفورماسيون. لو ميليو نتاع ليسبيرونس غدوه حسب الكلام اللي سمعناه توا هو انه il est plus technique et plus offensif. من الناحيه الفنيه كي نقارن انا كوليبالي والادوار اللي يقوم بها باللغه نتاع الكره نقولوا يكسر الهجمه، يكسر الكره. غيلان est plus offensif et plus technique. أنا بن حموده وقت اللي يكون عندي انا دو زيكسونتري كيما بوشنيبه على اليمين ومعاه البدري، كيما بن حميده على اليسار ومعاه روني اللي قال علينا بن معلول من افضل الملاعبين ينجم بن حموده. اون بزوان من بن حموده غدوه هو دي سونتراج اللي تريفور في الجلوتات. ممكن نبيل يخدم في الخدمه هذه ومن حقه. انا ان شاء الله كلامي ما يطلعش غلط، هو بن حموده غدا ان شاء الله باش يماركي بونتو. ان شاء الله نتمنى اي ملاعب من الترجي مركي والترجي يربح في مقابله مهمه جدا قدام الزمالك المصري، الزمالك اللي موجود بحدنا في تونس